بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة يا رب العالمين. قلنا ناخدكم معانا النهاردة بقى ايه، رايحين اسماعيلية. ركبنا القطر ب10 جنيه من الزقازيق. بالظبط 6 جنيه، ولما رجعنا دفعنا 8 جنيه عشان الأجرة غليت. ربنا يعدينا من الأيام دي على خير إن شاء الله. هنا رحنا بلد المانجا، بلد اسماعيلية. طورت عن الأول بكتير طبعا، كباري وتطورات ومشاريع طبعا جديدة. اسماعيلية جميلة وبلد هادية برضو ورايقة. وبلد جميلة جدا. عاوزة تعيشي يوم اقتصادي. بتعملي أكلة وتطلعي على البحر وبتستمتعي باليوم، وكان اليوم جميل وهادي وكل حاجة. هنا بقى كنا بنوريكم الطريق بتاع عشان هنروح على البلاجات. وهنا داخلين الدخلة بتاعت كارفور. التاكسيات يعني نوعا ما في اسماعيلية غالية. لو انت عايزة توفري شوية ممكن تركبي العربيات السوزوكي مالية الدنيا. يعني ايه، متهودين شوية في السعر، حتى لو هتاخديه مثلا لو انتوا مجموعة مثلا او عيلة صغيرة. السوزوكي تبقى حلوة بالنسبة لكم، وتتفقي على السعر قبل ما تروحي. لو انت عاوزة توفري، لو الموضوع مش فارق معاكي، تاكسي بيقضي الغرض وكل حاجة. هنا هتعملي ايه؟ احنا هنا ماشيين طريق الكارفور الجديد. الطريق ده جميل وبقاله بتاع يجي 3 4 أو 5 سنين على ما جددوه وعلى ما بقى حي دلوقتي. المنطقة دي كانت عادية خالص، متهيألي ما كانتش موجودة، ودلوقتي بقت الكارفور هو اللي مخليها حية يعني. دي كارفور في كل حاجة، في كافيهات، في أكل، في مطعم، في لبس، في شرب، في كل حاجة طبعا زي ما انتوا عارفين. الناحية التانية من كارفور في كورنيش مليان ميني كافيهات يعني. جميلة برضو وحلوة. وممكن تقعدي، ما تقعديش على كافيه عادي، تقعدي برضو على الكورنيش وتستمتعي بالجو وتستمتعي بالمكان. والجو جميل طبعا. اسماعيلية من البلاد الهادية من البلاد الجميلة يعني في مصر. وطبعا طول ما انتوا ماشيين في الطريق بتاع كارفور ده، كله كافيهات وكله مطاعم اسماك، ومطاعم طبعا غير الاسماك برضو زي ما انتوا شايفين كده. مكان هادي ومكان جميل. واسماعيلية عامة هي جميلة. المية بتاعتها يعني مش قد كده، بس المية بالنسبة للأطفال حلوة، ومية هادية وحلوة. احنا طبعا هنروح الفيروز. هنروح شط الفيروز. متهيألي ده يعني ايه، يعني الشط نضيف نوعا ما وحلو ومهتمين بيه برضو وجميل جدا. هنا بنوريكم الطريق اهو. هو كل الطريق اللي انتوا شايفينه ده كله كافيهات، كله مطاعم، كله كارفور طبعا جه حيا المكان بزيادة، والكافيهات اللي هم عاملينها على الكورنيش برضو حيت المكان اكتر وخليته جميل جدا. وتستمتعي بأقل الإمكانيات. احنا هنا كنا عاملين زي ما هتشوفوا معانا في الفيديو، كنا عاملين مكرونة، وكنا عاملين فراخ، واخدين فاكهة وكل حاجة، وكان الجو جميل. واخدين السبرتاية بقى معانا، هي اللي كانت قايمة معانا بالواجب، شاي وقهوة. كانت القعدة جميلة وقعدة ترد الروح بصراحة زي ما بيقولوا. خلاص هنا كنا دخلنا على الفيروز، على شط الفيروز. شط جميل وهادي، والوقت ده طبعا كان هادي برضو. الكلام ده كان من يومين 3. والجو هادي والجو جميل واستمتعنا وما كلفناش كتير برضو. هو يا دوبك بس المواصلات، هتعملي الأكل في البيت. مثلا لو انت ليكي حد في اسماعيلية، لو مالكيش حد في اسماعيلية هتشتري السمك، هتشويه، هتجيبي أكلة سمك وتستمتعي بها على البحر برضو. وتبقى الأكلة معاكي زي الفل، واليوم معاكي لذيذ، وتستمتعي بأقل حاجة. مش لازم نخرج يعني نهد الدنيا عشان المصاريف وكده. لا، أقل حاجة بتغير النفسية، وأقل حاجة بتغير مود الواحد يعني. هنا خلاص دي الفيروز اهي. ده المكان. ده كله طبعا الشطوط جنب بعض، بس احنا دخلنا الفيروز عشان متعودين عليه يعني. هنا اهو. دي خضرة وفيها دي جنينة يعني في قلب الشط. فيها مرجحتين يعني فري. وفي طبعا شاليهات، وفي كل حاجة طبعا. يعني هو عامل زي القرية كده، بس يعني ايه، على القد يعني. هنا كنا داخلين خلاص على الشط اهو. صور لكم الشط من بعيد. الخضرة هناك جميلة قوي وشكلها حلو قوي. وهي دي ملاهي طبعا.
الملاهي دي بفلوس، وطبعا حسب عايزة تخشي براحتك، بس جميلة، الملاهي جميلة برضو. وده الشط كان رايق وهادي، كله شمسيات زي ما انتم شايفين، والبحر هادي، وفي مراقبة بالنسبة للشط يعني، متقلقش على الأطفال، وجميل، القعدة حلوة أوي. هنا بقى كنا يعني ايه، قلنا نظبط دماغنا بكوباية القهوة، وطبعا كوباية القهوة على البحر غير. هنا خدنا السبرتاية معانا، كنا ملينها سبرتو طبعا، وخدنا القهوة بتاعتنا، وخدنا الشاي، وكانت القعدة زي السكر، يعني بالتالي ما كلفناش حاجة، يعني كل حاجة من البيت. ده بالنسبة لان احنا يعني ايه لينا حد في اسماعيلية يعني. بس انت لو مش ليكي حد في اسماعيلية طبعا، ولو هتقضي يوم بس وترجعي، طبعا اليوم طول واليوم طويل، ممكن تجهزي حاجتك وتجيبي اكلك وطلباتك برضو وكل حاجة، وتستمتعي بالجو زي ما احنا عملنا. وترجعي في نفس اليوم عادي، ومفيش اي مشكلة. اسماعيلية هادية وجميلة، وبلد حلوة يعني، اتطورت جامد عن زمان. آه، طبعا احنا مستنيين المانجا تطلع عشان نهدي الدنيا بالمانجا. هنا القهوة بتاعتنا اهي، احلى فنجانين قهوة ممكن تشربيه، واحلى شاي ممكن تشربيه على الشط. حاجة كده يعني، عظمة وحاجة ترد الروح. البحر زي ما انتم شايفين اهو. هي منظر القهوة بس، مع الهوا مع البحر مع الروقان، خلاص بقى انت مش عايزة حاجة بتروقي دماغك. والله هو كان يوم، بس كان يوم جميل، وبالنسبة اللي خلى اليوم أحلى كمان، إن اليوم طول والجو ما كانش حر وما كانش ساقعة. استمتعنا بالجو برضو، كان حلو قوي. والله أقل حاجة بتبسط البني آدم، وبالنسبة للغلا اللي احنا فيه دوت، واحد برضو محتاج يغير جو، ويغير من نفسيته عشان نعرف نكمل في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي. وربنا يا رب يرزقنا حظ الدنيا أجمعين يا رب العالمين. طبعا الناس بتبيع فريسكا على البحر. شايفين بقى المنظر، كان كوباية القهوة، حبينا نصور لكم اللقطة العظيمة دي، القهوة مع السبرتاية مع البحر مع الجو، عامل شغل يعني، أعلى شغل. انت ممكن توفري، تبقى برضو خروجة اقتصادية. اسماعيلية من البلاد الاقتصادية، ممكن توفري فيها برضو. لو انت جايبه الاكل معاكي انت حره. احنا كنا واخدين معانا زي ما احنا قلنا لكم الفراخ اللي هي تربيه البيت، اللي احنا وريناها لكم قبل كده في فيديوهات تانية. وعملنا مكرونه وقطعنا طماطم وخيار. كانت الاكله لذيذه وخفيفه، وكانت حلوه قوي برضو. طبعا بقى اشرب جبنه بيبسي وجبنه حاجات يعني، برضو ايه، بتقضي اليوم وسطك، استمتعتي بيوم وغيرتي جو. من القهوه بقى كانت بتطلع اهي. واللي كان مظبط دنيتنا بالنسبه لنا احنا يعني، القهوه والشاي. طبعا بتاخدي فاكهة، لأن البحر بيجوع لو معاكي أطفال. وبتاخدي فاكهة معاكي برضو، بتظبط الدنيا مع القهوة مع الشاي. طبعا عايزة تستغني عن السبرتيه طبعا والجو ده، عادي في ناس هناك بتبيع برضو شاي وقهوة وكل حاجة. كنا جايبين ايس كريم وصبينا خلصناه وصبينا القهوة فيها، قلنا عشان يعني ايه نوفر. الورد اللي احنا قطفناه دوت، قطفناه برضو من الجنينة بره، برضو الجو الورد فيه تحفة برضو. هنا كنا عملنا المكرونة سهلة جدا، بتعملي التسبيكة، ما عندكش طماطم، كيس صلصة والمكرونة هتسلقيها وخلاص، هو كده دي المكرونة. وحضرنا خضارنا وحاجتنا واستمتعنا باليوم، ويا رب يكون إن يومنا النهاردة عجبكم. ومتنسوناش باللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.